ولما اشتد أذى الكفار للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم بالهجرة إلى أرض الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. مولاي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من يريدان مقابلتي، فليتفضلا. هؤلاء قوم تريدون يا عمرو أن أسلمك إياه، الذين أتوا ليحتمون بي من أذاكم، ها قد سمعت منهم وأريد أن أسمع منهم، لابد أن أسمع منهم كما سمعت منهم. أحضروا إلي هؤلاء المهاجرين. وكلمه عمرو في أنه سبوا آلهتهم. يا جعفر ما تقولون فيه؟ قال جعفر بن أبي طالب: نقول الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، إن هذا الكلام حق يا عمرو.